وازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لك النهارده يا برو فيديو جديد وشرح جديد. جايب لك النهارده يا برو طريقه اضافه اغنيه لتطبيقك من سكتش وير. فكل اللي عليك يا برو ان انت تتابع الفيديو من البدايه للنهايه، ومتنساش انك تشترك في القناه وتعمل لايك وكومنت على كل فيديو انت بتشوفه بتستفاد منه. طيب يا برو، هنحتاج النهارده نسخه سكتش وير وبالنسبه لتحميل سكتش وير هتلاقيه في قناه التليجرام. لقيت ناس كتيره يا برو بتقول لي في الكومنتات فين لينك التليجرام، فين لينك التحميل، فين لينك التحميل. لينك التحميل يا برو اي حاجه انا بشرح عنها بتلاقيها في الوصف. وفعلا بلاقي ان اللينك ممسوح لان اليوتيوب بيشيله عشان انا ما عملتش اثبات هويه، فبتلاقي اللينك ساعات بيتمسح. طيب عشان نحل المشكلة ديت يا برو، هتلاقي اللينك قناة التليجرام اللي بينزل عليها اي حاجة في روابط القناة. لو دخلت على روابط القناة عند الاشتراك كده هتلاقي روابط القناة، هتلاقي اللي هو لينك التليجرام ولينك الواتساب. قناة التليجرام وقناة الواتساب اللي بينزل عليهم اي حاجة يا برو انا بشرح عنها. كده احنا خلاص خلصنا لينك التحميل اي حاجة. نبدأ بقى نخش في شرح النهاردة. نبدأ نخش على سكتش وير ونبدأ نعمل مشروع نجرب فيه. وطالما يا برو انت بتستخدم حاجة لأول مرة او بتسمع شرح لأول مرة، لازم تعمل مشروع تجرب فيه. ليه؟ انت مثلا ممكن تكون عامل برنامج وتعبان فيه وتيجي تجرب حاجة جديدة يطلع معاك اخطاء. ممكن طبيعي يطلع معاك اخطاء لأول مرة اللي انت لسه اول مرة، فالاخطاء واردة. فلو ممكن بالخطأ واحد البرنامج كله يبوظ، من خطأ واحد، من خطأ واحد. خطأ واحد يبوظ لك البرنامج كله يا برو. فعشان كده اعمل مشروع. الطريقة نجحت معاك خلاص، إيه حصل اخطاء مش مشكلة، اديك بتتعلم. تمام تمام. هنبدأ مثلا نعمل مشروع. اكتب مثلا ايه اضافة اغنية. تمام، وابدأ انشأ المشروع. هبدأ اعمل صفحة اي حاجة كأن دي مثلا صفحة برنامج عشان الشرح يكون واضح اكتر. هبدأ مثلا اعمل اي حاجة، اضيف له مثلا صورة من عندي في السريع كده بس عشان الشرح يوضح معاك وتفهمني اكتر. ابدا اضيف له مثلا الصورة ديت. تمام يا برو، ابدا اضيف له كده كأن دي الصفحة الرئيسية او صفحة الباسورد. تمام تمام. هنبدأ بقى نعمل ايه يا برو؟ هنبدأ ندوس هنا على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين. بعد كده نختار الصوت. تمام. بعد كده يا برو بتدوس هنا على علامة البلس اللي تحت. بعد كده بتدوس هنا كده في النص. بعد كده هو ينقلك على الملفات الاغاني اللي عندك. بتختار بقى، بيظهر لك كل الاغاني بتاعتك، بتختار الاغنيه اللي انت عاوزها. انا مثلا اختار الاغنيه ديت مثال، اي حاجه طبعا، بوضح لك المثال بس مش اكتر. ابدا مثلا اضيف الاغنيه ديت. تمام تمام. بعد كده يا برو بتلاقي هنا اسم الاغنيه اللي انت اخترتها، لازم تمسحه كله يا برو. ابدا امسحه كله. وبعد كده بضيف له اي اسم انجليش بس لازم يكون مميز. ليه؟ هقول لك ليه بس بعدين. حط له اسم مميز يعني تكون انت عارفه او تنسخ الاسم. تمام، يعني مثلا اي حاجه مثلا دلوقتي. بعد كده ادوس حفظ كده هو اتضاف معايا. ابدا اطلع بقى يا برو وركز في النقطه اللي جايه جدا دي يا برو، ان هي هتفيدك. ركز في النقطه اللي جايه ديت. بص يا برو، دي صفحه الباسورد مثال كأن دي صفحه الباسورد. لو انا حطيت الاغنيه في صفحه الباسورد كده، بالتالي ان انا اول ما افتح البرنامج بتاعي الاغنيه تشتغل على طول. ليه؟ انت حاطط الاغنيه في اول صفحه، فاول ما اخش البرنامج الاغنيه تشتغل. في ناس تقول لك لا يا عم انا عايز الاغنيه تشتغل لما اخش على البرنامج من جوه، لما احط الباسورد صح. في ناس كده وفي ناس كده. طب هتعمل ايه؟ كل اللي عليك يا برو ان انت تغير الصفحه. يعني لو انت عايز الاغنيه اول ما افتح البرنامج فهتعملها في صفحه الباسورد اللي هي اول صفحه عندك في البرنامج. لو العكس بتحب بتعمل الشرح في صفحه الرئيسيه. ازاي؟ هوريك دلوقتي. مثلا لو دخلت هنا على البرنامج ده، بوريك المثال. انا اول ما دخلت دلوقتي يا برو مفيش اي حاجه اشتغلت، البرنامج عادي جدا. فابدا احط الباسورد. زي ما انت شايف يا برو، اول ما حطيت الباسورد الاغنيه اشتغلت. فلو انت عاوز تعمل كده او عاوز الاغنيه تشتغل اول ما افتح البرنامج، كل اللي عليك ان انت هتبدل الصفحه بس. تمام، بدل ما تشتغل في صفحه الباسورد اشتغل في الصفحه الرئيسيه. نقطه محدش بيقولها لك. تمام. طب يا عم انا جبت الصفحه، اعمل ايه بقى؟ هتدوس هنا على الحدث. تمام. بعد كده اون كريت. اون كريت ايه يا برو؟
بعد كده بتدوس هنا على علامة المكون ديت. وبعد كده بتختار حاجة اسمها المكون او المكونات. بعد كده بتختار اد كومبونيت اول واحدة عشان تضيف الامر بتاعنا. هنضيف اللي هي ميديا بلاير اللي هي ايقونة الاغاني ديت بتضيفها، وبتحط له اي حرف انجليش. انا هبدا احط له حرف الام مثلا، وبعد كده ادوس اضافه. هنزل تحت الاقي خانه الميديا بلاير. ركز معايا، ركز معايا جامد جدا في الحته ديت. ادي خانه الميديا بلاير. هختار اول اختيار، اول بلوكه في خانه الميديا بلاير، اول حاجه، وابدا ارفعها. طب بعدين بتختار اللي تحتها على طول اللي هي تاني بلوكه اللي هي اخرها ستارت. تمام، ميديا بلاير ستارت. بس كده، بس كده، الموضوع سهل جدا. بس ركز في النقطه اللي جايه دي، اللي جايه ديت. هتعمل ايه يا برو؟ هتدوس هنا على علامه السهم دي. هنا بيقول لك اختار الاغنيه. طبعا عشان هي مفيش غير واحده حطيناها فطبيعي تختار ديت. بس في ناس بتحط كذا اغنيه فبيظهر لك كذا اسم. يعني شايف الاسم ده هيظهر لك منه على حسب عدد الاغاني. فعشان كده بقول لك حط الاسم الاغنيه اسم مميز تعرف تفرق ما بين ده وده. ده اسم عشوائي مش هتفتكر، واخد بالك؟ فابدا اختار الاسم. بعد كده بقى بتعمل حاجه سهله جدا، بتختار بتحدد المكون يعني. تبدا بقى تدوس هنا وبتدوس الحرف اللي انت اخترته. بس كده يبقى احنا خلصنا. نبدا نطلع بقى ونثبت المشروع عادي جدا. عاوز تفاعل بقى يا اخواتي، وعاوز لايك على الفيديوهات. قلت لك اي حاجه انا بنزلها بتلاقيها في قناه التليجرام. فين قناه التليجرام ديت؟ في روابط القناه، او بتلاقيها في وصف القناه. تمام يا اخواتي. بشكر طبعا اخواتي اللي كملت اول 100 مشترك، وباذن الله نوصل ل 1000 بفضل اخواتي. هيبدأ بقى يحمل معايا البرنامج. ابدأ بقى افتح البرنامج، واول ما افتح البرنامج الاغنية تشتغل على طول لان انا حطيت الاغنية في اول صفحة. تمام، ركز معايا كده. هسيبك تسمع الاغنية. وزي ما انت شايف يا برو الاغنيه اشتغلت معانا بدون اي مشاكل. وده كان شرح النهارده يا برو. اتمنى يكون الشرح عجبك. متنساش طبعا يا برو انك تعمل لايك وكومنت على الفيديو دوت. واشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد يا اخواتي. كان معكم فرعون الجزاوي.